بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي بقى معانا نص كيلو لحمه مفرومه، معاها الدهن بتاعها مفرومه بالدهن والليه بتاعتها. انا قلت للجزار من هذه اضيف لي الدهن عليها. انا معايا البصل هبشره. بسم الله الرحمن الرحيم. نبشر بصلتين كبار، لو مش عندنا البصل يعني بصل على حسب ما بنحط فيها البصل. انا ابشر البصل. البصل هبشره وهعصر البصل، مش عايزه الميه بتاعتها خالص. انا هبشر البصل وهنكمل في الاخر. المكرونه انا مش بسلقها كامل سوا، يعني بسيب فيها كده العقله عشان تستوي كمان تكمل سواها في الصلصه. حلو قوي كده. انا هشيل المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا الحله تاني بعد ما خلاص نحط بقى الزيت بتاعنا والصلصه بتاعتنا. المكرونه بتحب الصلصه، بتحب تكون صلصتها كده حمرا وكتير. مع الفلفل الاسمر. الفلفل الاسمر بحب الفلفل الاسمر كده فيها كتير مع المكرونه، فيها طعم حلو قوي. انا حاطه ملح في الصلصه وانا مفرزاها، بس حطيت شويه صغيرين كده. كده خلصت المكرونه. الفراخ بتاعتي خلاص هتدخل في السوا، وانا عندي شويه قميص هنعمل رز بشعريه مع الكفته والبسله. يعني ده مؤقت مثلا. بقى بالمكرونه هناخدها في المصفى بالصفة. خلاص كده هقلبها وهدي عليها بقى عشان ايه تاخد من الصوص بتاعها كده، يعني ايه تبقى طعم الصوص فيها تستوي شويه، لان انا مطلعاها مش يعني فيها العقله. الصلصه بتاعتها حلوه اهيت ما شاء الله. واهدي عليها بقى. قلبتها كويس جدا. اقلبها عشان الطماطم تتغلغل فيها كده. حبايه من حبايه ان شاء الله، مش معجنه ولا اي حاجه. سيبها بقى على الهادي تكمل سوا. يلا بقى في الحله بتاعتنا وهنعمل لسان العصفور.